بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي في كل مكان؟ يلا نصلي على النبي كده ونعمل حبة هريس، قصدي صينية هريس، قصدي يعني صينية هريسة كده جميلة جدا جدا. اللي بيحبها زي كده يلا معايا نتابع الفيديو ونشوف الطريقة الجميلة دي والنتيجة الحلوة الجميلة دي. كده بقى ايه، جبنا بولة حطينا فيها نص كيلو سميد بسبوسة، اللي هو ايه، دقيق البسبوسة، دقيق السميد البسبوسة ده اللي بيتباع عند العطار، نص كيلو. نص كيلو نحط فيه بقى معلقه بودر، معلقتين دقيق، معلقتين جوز هند مبشور. انا بحب جوز الهند المبشور في الهريسه والبسبوسه والبسيمه والحاجات اللي زي دي. وفانيليا طبعا، فانيليا بودر. نركنهم على جنب. نص كيلو سميد بسبوسه ومعلقتين دقيق حلوين، معلقتين دقيق حلوين، ومعلقه بودر صغيره، كل المعالق مليانه، ورشة ملح كده على ايدك، يعني ذرة ملح على ايدك كده، ومعلقتين جوز هند مبشور وفانيليا، ونركنهم على جنب. نيجي بقى نعمل ايه، نعملها كراميل. الكراميل بتاع اللي هو اللون بتاع الهريسة اللي انتوا بتشتروها من بره كده، اللون الحلو ده بقى هنعمله اهو. هنكرمله بقى، هنجيب كوباية سكر ونحطها على النار كده من غير اي حاجة خالص، في حلة كده على النار، تتكرمل لوحدها كده من غير اي حاجة خالص. يعني كده بقى ايه، في مرحلة الكرملة اهي. لا بتحط عليها مية ولا اي حاجة خالص خالص، غير انها تتكرمل. طبعا احنا كده ايه، مولعين عليها البوتاجاز بس موطين شوية. يعني ممكن تعلي وتوطي، تعلي وتوطي، تعلي وتوطي، بس والله حلوة قوي. انا بحب الهريسة عن البسبوسة سبحان الله، مع ان هم قريبين من بعض بنفس المكون. يعني المكون المشترك في الهريسة والبسبوسة والبسمة كمان، اللي هو سميط البسبوسة. بس انا بحب الهريسة عن البسبوسة، وبحب البسيمة عن البسبوسة برضه. احنا المطلوب مننا هريسة. كده هيبدأ يتكرمل اهو بقى. الحلة بدأت تغمق من الجنوب الطروف اهي، خلاص اهو بدأ يبان اهو، بدأ يبان الكرملة بتاعت السكر. خلاص اهو داخل في الكرملة اهي، لحد ما يتكرمل بقى كده ايه اهو. خلاص كده تمام، كده الكرمل خلاص اهو. السكر ساح خالص. هنجيب بقى كوباية لبن او كوباية السمنة الاول، يعني قد بعضها على فكرة اهو. نفس اللون الجميل ده بقى، او جايز يكون غمق مني سنة، برضو بيدوا لون الهريسة الحلو برضو بتاع المحلات. نحط اللبن، بس اوعي اللبن بالراحة كده عشان بيفور، ولو ما لحقتيش بيفور ويوقع. خلي بالك، ربنا يسترها ان شاء الله. اه يا رب يعجبكم الفيديو وتشجعونا كده وتحطوا لنا لايك ان شاء الله، ولايك واشتراك. شيروا الفيديو يا جماعة عشان الكل يشوف، عشان يوصلكم مني كل جديد. والله ان شاء الله انتوا حبايبي واخواتي واصحابي واهلي. يعني هو الكلام ده فعلا بيتقال كتير، بس انا حاسه اني بقوله من جوه قلبي بجد يعني. عشان انا ما بعرفش الا بقولها كل حاجه بقولها من قلبي كده، انا شكلي كده اصلا. هنحط بقى كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع سمنه او اقل برضو سن، خليها كوبايه الا ربع يعني. عشان ايه، هي حلوه، بتبقى حلوه برضو، ما بتجرالش اي حاجه، بتدي طعمها يعني. يبقى كوبايه الا ربع سمنه وكوبايه لبن وكوبايه سكر. كل ده هيبقى كراميل، كل ده هيبقى كراميل. بعد ما يبقى كراميل بقى نكمل بقيه وصفتنا. سهله قوي قوي. والله احنا كنا بنشتريها عشان احنا بنحبها اصلا. فخلاص الحاجات غلت، فالحاجات اللي بتغلى بنعملها احنا بقى على بايدينا بنفسنا يعني. كده بقى خلاص بقى كراميل اهو. هنطفي عليه ونسيبه لما يبرد. كده خلاص اهو، طفينا عليه، هدينا عليه النار وسيبناها لما يبرد خالص، عشان نبقى ايه، نكمل بقيه وصفتنا. هنبدا نعمل الشربات بقى في المرحله دي، اللي هي كوبايتين سكر وكوبايتين ميه. بس انا بحط كوبايتين سكر وكوبايتين الا ربع، قصدي بحط
معلش يا جماعة، باحط كوبايتين مَيّة وكوبايتين إلا ربع سكر، عشان أنا مش باحب الحاجة مسكرة أوي، وهي دي طبعًا فيها سكر كتير أهي، بس يالّا ربنا يتولانا بقى. كده خلصت، حطيت الشربات على النار دلوقتي وعصرة ليمونة، ما تنسوش عصرة ليمونة، نسيت اوريها لكم. عصرة ليمونة على الكوبايتين المية وكوبايتين الا ربع سكر. عاوزة تحط كوبايتين سكر وكوبايتين مية تمام. انا بالنسبة لي بنقص السكر شوية. خلصنا بقى خلاص، الكراميل برد، حطيته بقى على ايه، على صينية البسبوسة بالدقيق بجوز الهند بالبودر بالفانيليا. وهن مش هنعجن بقى، هن ايه، هنفرك نهر ونفرك كده. يعني بعد الشر عليكم من الهري والفرك. كده ايه، نحاول كده نقلب كده وندخل الخليط في بعضه، مش نعجن زي ما بتعمل البسبوسه. البسبوسه ما بتتعجنش. شايفين اللون الجميل ده بقى بتاع الهريسه ده؟ هي نفس اللون اللي احنا بنشتريه بالظبط. والطعم والله طلع احلى طعمه كده، فيه طعامه كده. لان انا بشتري البسيمه دي على استغفر الله العظيم يا رب. الهريسه، ما هي البريسه معلش يا جماعه. معلش يا جماعه استحملوني. الهريسه والبسيمه زي بعض، والبسبوسه هو مكون واحد بيشترك فيهم. ماشي تمام. كده بقى ايه، خلاص اهو. خلاص الخليط كله اتخلط مع بعضه. هنبدأ بقى نجيب الصينية اللي هنحط فيها الخليط ده بقى. في المرحلة دي بقى انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. لا تنسوا، على درجة حرارة 180. على ما اخلص يكون الفرن سخن، والجو حر اصلا، الفرن هيسخن بسرعة. كده بقى خلاص الخليط بقى جاهز اهو. هنفرده في الصينيه بقى من غير اي حاجه. هي صينيه كده كده تيفال، مش هيلزق فيها حاجه. حتى لو انت حاطه صينيه المونيا، اي صينيه يعني، بس هي الالمونيا والتيفال احسن. الالمونيا احسن من ده كله، زي المحلات ما بتعملها في الالمونيا، في الصواني الكبيره دي. انت بقى ايه، ادهين الصينيه دهنه سمنه بسيطه كده. كده خلاص اهو ظبطناها اهي. تمام. هنيجي بقى نحط المكسرات. طب احنا ما عندناش مكسرات، هنعمل ايه؟ عندي شويه فول سوداني كده محمصين حبه صغيرين قوي. فقسمت الصينيه نصين. بس اقسمها بايه بقى؟ شغلت دماغي وحطيت السكين، حددت النص، ورشيت بقى شويه السوداني اللي عندي في نص من الصينيه. بقت ايه، بقت جيهه او نص فيه مكسرات، اللي هي السوداني بتاعنا الجميل. هو السوداني غالي، يعتبر زي المكسرات. مكيله ب 80 جنيه. 80 لا ب100. ب100 هو متحمص جاهز. ماشي. فحطينا بقى ايه، في جنب كده في النص السوداني بتاعنا، اللي هي المكسرات بتاعتنا. والنص التاني خليته سادة. احنا كده كنا بنشتريها سادة، او ساعتها بنقوم شارينا بالبندق يعني. البندق اللي هو المكسرات. كده تمام اهو. بس كده هندخلها الفرن بقى، هنضغط على السوداني شوية عشان بس ما يطلعش من الفرن. بعد اصل ما بعد ما بيتحمص بيطلع. فاضغطيها شويه عشان يفضل مكانه ما يتحركش. كده بقى هندخلها الفرن وتطلع من الفرن ونوريها لكم. كده طلعت من الفرن، بس طبعا لسه سخنه مولعه. هروح اجيب لها الشربات. الشربات يبقى سخن، وهي سخنه على فكره، زي البسبوسه. الشربات سخن برضه مصممه على البسيمه. وهعمل البسيمه برضه. الشربات سخن والهريسه سخنه. اهو جبنا الشربات اهو، نفس السمك كده يعني ايه. لا هو تخين قوي زي بتاع الكنافه، ولا هو خفيف كده يبقى ميه زي بتاع البسبوسه. لا يعني سن عن بتاع البسبوس، كل حاجه سنه عن بتاع البسبوسه، سنه كده عن شربات البسبوس او السيرب اللي بتقول عليه سيرب، او شير يعني. المهم هو شربات، هو شربات. شايفين بقى؟ شايفين بتشرب الشربات في ثواني، بدليل على انها ناجحه فعلا. يعني اهو شايفين، اهو كل حاجه باينه قدامكم اهو. عينيكم الحلوة تورينا اهي. شربت الشربات، يبقى هي ناجحة 100% ان شاء الله بإذن الله. بس كانت طعمة فعلا فعلا طعمة. او احنا اللي عشان بنحبها بقى ولا ايه، معرفش. بصراحة يعني هي كانت طعمة. خلص الشربات، هو المقدار يدوب على قد الصينية دي. الصينية دي حوالي مقاس 28 او 30 تقريبا.
شايفين كده بقى. هنسيبها لما تبرد عشان انا وانا طبعا ما كالعاده ما بستناش حاجه لما تبرد، بس لازم اسيبها شويه تبرد عشان نشوف شكلها ايه. بس جربوا الطريقه دي، حلوه او سهله والله، ما خدت وقت اهو. ده بقى ايه، خرطه من اللي هو من اللي هي محشيه مكسرات، اللي هو السوداني بتاعنا. اسمها هريسه بقى اهي. خليها زي ما هي مش مشكله، ما هي هريسه بقى اهي. هي بس ايه، ممكن تكون، ممكن يعني ممكن تكونوا شايفينها غامقه شويه، بس هي حلوه. هو دي اللي احنا بنشتريها، بس هي الطعامة ما حصلتش بصراحة، بصراحة جميلة. جربوا بس الطريقة دي، ومفيش هي نص ساعة زمن وكل حاجة خلصت واتعملت بنفس الشكل الجميل ده اهو. حتى هرستها كلها بره زي جوه. المهم الطعم جميلة اوي. لو انت عاوزة تفتحي شوية بقى عن كده، فتحي الكراميل شوية عن كده ممكن. نشوف كمان خرطة بقى من اللي هي السادة بقى، كمان خرطة سادة وجنبها بالمكسرات اهو، برضه اهو اهي. ممكن تفتحيها شوية عن كده، بس والله هي كده جميلة والله. احنا بنشتريها بنفس الشكل ده. ما ساعات الفرن بيعمل كده، وساعات يعني ساعات نشتريها غامقة وساعات نشتريها فاتحة. بس هي المهم ان هي في منتهى الجمال، والطعم ما حصلش. تحفة فعلا.